أول مرة أقول كلمة سيدنا الشيخ، نعم، وسيدنا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أوكي. فالمشكلة الحاصلة في السودان مشكلة كبيرة جدا جدا. أنا كل يوم ببكي، كل يوم أنا بنوم قاعد أبكي، بصحى ببكي، قاعد ببكي، نايم ببكي. ليش ببكي؟ ليش ببكي أنا؟ أولا في البداية أسأل الله أن يثبتكم يا أهل السودان. أنا ببكي. وأنا أنا أنا ببكي. أنا أعرف ببكي حالكم. يا خليني أتكلم يا شيخ. الشيخ خليني أتكلم. احكي. خليني أفرق عن جوايا. أنا ببكي. بلدنا مدمرة. الله أكبر. بلدنا منتهية. والآن خاشة في القبلية. الله بلدنا كلها تخشى في القبلية. أي واحد يقول لك أنا قبيلتي فلان، أنا قبيلتي كدي، أنا قبيلتي كدي، ويدافع في السودان. ما يقول أنا سوداني. كل يوم أنا بشوف أخواننا أمهاتنا وأخواتنا بتموت، وأنا ما بقدر أتكلم لأني أنا ما سياسي، ببكي بدموعي فقط. ببكي بفرق الجواي. الله المستعان. ربنا ينصر بلدي يا رب العالمين. استغفر الله. أسأل الله جل جلاله بقدرته وجلاله أن يكون مع إخواننا في السودان، وأن يثبت إخواننا في السودان، وأن يرحم إخواننا في السودان، وأن يعيد إخواننا في السودان إلى ما كانوا عليه عاجلا غير آجل يا رب العالمين، بقدرتك وبجلالك وبعزك أن تعيد إخواننا في السودان إلى ما كانوا عليه. ونحن والله دائما ندعو لإخواننا في السودان، وفي كل بث لنا وفي كل دعاء لنا ندعو لكم والله، فأنتم إخواننا وأنتم أحبتنا. وأنا اليوم ما دخلني اليوم إليك إلا الله جل جلاله أدخلني اليوم إليك لأذكرك به، كما الله جل جلاله بقدرته وبجلاله